في هذا الفصل يتحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن أمرين في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الأول فهو الإسراء والمعراج، وأما الأمر الثاني فهو عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل التي تقدم إلى مكة لينصروه ويؤازروه ليبلغ كلام الله تبارك وتعالى. أولا ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وهذه آية باهرة من آيات الله سبحانه وتعالى، وحجة جلية ومعلم بين من معالم نبوة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا كرامة عظمى ومنة كبرى من الله سبحانه وتعالى بها على نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر خصه به عليه الصلاة والسلام من بين جميع الرسل، فهذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل مثل هذا الأمر ولا شبيها به لأحد من رسل الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه المكرمة العظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أحداث كثيرة متلاحقة مؤلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، مر معنا في دروس مضت جملة منها من أذى متواصل من كفار قريش وعدوان وسب وإيذاء ومحاصرة ومقاطعة للنبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب، وإيذاء للمسلمين اضطرهم إلى الخروج من بلدهم مهاجرين إلى أرض الحبشة. ثم بعد انتهاء الحصار والمقاطعة توفي عمه أبو طالب الذي كان ردءا ومناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته. ثم يليه بأيام وفاة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الزوجة الصالحة المباركة رضي الله عنها وأرضاها. ثم اشتداد الأذى عليه بعد ذلك، وخروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وأيضا تعرضه للأذى الشديد هناك، فخرج منها عليه الصلاة والسلام مهموما متألما حزينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبعد هذه الأحداث المتوالية والمتلاحقة والصبر من نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت هذه المكرمة العظيمة والتشريف المبارك، حيث في ليلة واحدة أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وتشرف في تلك الليلة المباركة العظيمة بسماع كلام الله من الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة. وهذه كرامة عظيمة ومنقبة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وتلك الليلة ليلة المعراج هي أعظم ليالي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لما نال فيها من مكرمات عظام ومناقب مباركة عظيمة وخيرات وأفضال عميمة ومنح وهبات من الله سبحانه وتعالى كريمة. فهذه حادثة أو قصة الإسراء والمعراج. ووقت الإسراء والمعراج تحديدا لا يعلم، وقته تحديدا لا يعلم،
ولا يجزم لا بشهره ولا بعشره ولا بيومه كما بين أهل العلم. وما يذكر في كتب السير وكتب التاريخ فيما يتعلق بتاريخ وتحديد وقت الإسراء والمعراج كل ذلكم ليس فيه شيء يعتمد عليه، ليس فيه شيء يعتمد عليه، وإنما أخبار إما غير مسندة أو بأسانيد لا تصح ولا تثبت. فليلة الإسراء والمعراج لا يعلم تحديدا في أي شهر هي، ولا أيضا في أي يوم من الشهر، كل ذلكم لا يعلم. وخفاء ذلك لأنه لا يترتب على العلم بها فيما يتعلق بعموم الناس عبادة تشرع للناس، ولو كان هناك عبادة تشرع متعلقة بتلك الليلة العظيمة لما خفي وقتها، ولأصبح وقتها معلوما بينا واضحا. وأيضا لبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أعمالا نقوم بها في حق تلك الليلة، لكن لم يأتي لا هذا ولا هذا، لم يأتي لا هذا ولا هذا، لم يأتي شيء بين تحدد به تلك الليلة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لعمل معين يقام في تلك الليلة. وبهذا يعلم أن أي عمل يخص بليلة تسمى ليلة الإسراء والمعراج من احتفال أو غير ذلك، كل ذلك مما لا أصل له ولا دليل عليه في شرع الله سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من الأعمال إلا الموافق للشرع الحكيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الليلة العظيمة أتي النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه بمكة في المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه، وأتاه ملكان أو أتاه ملك وهو جبريل عليه السلام، وشق من فتحة أو أول ثغر النحر من ثغر نحره صلوات الله وسلامه عليه إلى أعلى شعرته صلوات الله وسلامه عليه، أي ما دون السر بقليل، فتح ذلك كله، فتح صدره كاملا وأخرج قلبه، فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، ثم حشي صدره صلوات الله وسلامه عليه إيمانا وحكمة، ثم لأم صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. وهذه تهيئة لهذا الإسراء الكريم والعروج المبارك واللقاء والعروج إلى الله سبحانه وتعالى لسماع كلام الله من الله عز وجل. ووصل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وصلى فيه وأما الأنبياء، ثم عرج به، يستفتح باب كل سماء ثم يفتح الباب ويتلقاه أهلها بالترحيب مرحبين به، وفي كل سماء يلتقي بنبي من الأنبياء. في السماء الأولى لقي آدم، والسماء الثانية لقي يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة لقي نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي نبي الله إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، والسدرة شجرة معروفة وهي شجرة النبق،
والمنتهى لأنه ينتهي إليها العروج والصعود، وإليها أيضا ينتهي المتنزل وما يتلقاه الملائكة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى سدرة المنتهى. فهذه قصة عظيمة وحادثة مباركة حصلت لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وجاء إشارة إلى الإسراء وإلى المعراج في القرآن الكريم، كما سيأتي ذكر الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.